ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن الريزر باليستكس في 3، الماوس اللي بيجي من شركة ريزر. هنتكلم عن التصميم بتاعه، وهنتكلم عن الأزرار القابلة للتخصيص بتاعته، وأداء المستشعر والإضاءة ال RGB والبرامج والدعم. طيب قبل ما نتكلم عن كل ده، الماوس بيقدم ميزة ممكن تكون ممتازة لينا كلنا احنا حد بيلعب ألعاب شوتينج مثلا زي ألعاب كول اوف ديوتي، سيس جو وألعاب كتير وفالورنت. طيب الماوس ده بيقدم ميزة ممكن ما تكونش موجودة في ماوسات كتير، ألا وهي سكريبت. سكريبت زي ما نقول كده سكريبت من غير ما يبقى سكريبت. بمعنى أصح سكريبت الماوس هو اللي بيقدمه، مش طريقة للغش. هي طريقة عادية جدا بيقلل بنسبة كبيرة أوي الريكويل في بعض ألعاب الشوتينج. الماوس بيقدمها، والفكرة دي ممتازة جدًا، جدًا، جدًا من شركة ريزر. إيه اللي إحنا بنكسبه من حاجة زي دي، أو إيه المقابل اللي أنا باخده من حاجة زي دي؟ إنك أنت في ألعاب كتير وأنت بتعمل shooting أو بتaim على أي enemy، أنت بنسبة كبيرة بتخسر الfight اللي ما بينك وما بين اللي قدام منك بسبب الrecoil. طيب إيه حل حاجة زي دي؟ شركة ريزر مقدمة حاجة اسمها script جوه الابليكيشن بتاعها، ودي حاجة ممتازة جدا ويمكن تكون هي الأفضل على الإطلاق. حاجة جميلة جدًا، ولكن برضه الماوس مليان مميزات تانية وخلّينا نتكلم عنها. أول حاجة تصميم الماوس والراحة في الإيد. بصراحة الماوس ممتاز جدًا، بييجي بmaterial محترمة جدًا، 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 جدًا. ممتاز للفترات الطويلة، لو أنت بتمسك الماوس لفترات طويلة هيكون مناسب جدًا، جدًا ليك. الزراير طبعًا القابلة للتخصيص، خلّينا نقول إن طبعًا في زراير جانبية تقدر تخصصها لحاجات معيّنة، وفي زرار بتقدر تدوس عليه وقت ما أنت تكون مثلًا عايز حاجة تبقى دقيقة أوي، مثلًا بتعمل خط في رسمة، بتعمل حاجة، بتشتغل على الفوتوشوب أو أيًا كان. وهو بصراحة الأزرار بتاعته جميلة جدًا، ده غير الscroll wheel اللي فيها smart scroll wheel أو hyper. فيها مميزات كتيرة جدًا اللي هي بتخلّيها بدل ما تاخد تَكّات وأنت بتنزل وتطلع بيها. لو أنت بتطلع وبتنزل في حاجة مثلًا بسرعة جامدة أوي وعايز تنجز، وبتبدأ التَكّات دي تختفي ويبقى الscroll wheel سريعة جدًا، جدًا، جدًا. وهتشوفوا فيديوهات لناس كتير أوي، أوي، أوي بتبدأ تستخدم حاجة زي دي، إن هي سريعة جدًا وبتلف بسرعة أوي وحاجات من دي. واللي أنا كنت عايز أكلمكم عليه ألا وهو السنسور اللي بييجي من شركة ريزر، وهو Focus Optical Sensor. المستشعر ده معروف بدقته العالية جدًا واستجابته السريعة جدًا، جدًا، وبيوفر تجربة ألعاب ممتازة. طيب وأهم حاجة برضه موجودة، إن الزراير الجانبية زي ما إحنا عارفين في زراير مشهورة أوي بقت موجودة في الماوسات، حتى الماوسات الشعبية أوي، اللي هي زرار باك وزرار فورورد، اللي بيخلّيك إن أنت تعمل back and forward في براوزر، في أي موقع، في أي page أنت فاتحها عمومًا. ودي حاجة ممتازة جدًا. لكن razer، وطبعًا razer موفّرة لنا ميزة ممتازة جدًا في الزراير دي، إن أنت تقدر تتحكم في الزراير دي وتتحكم في أوامرها. طبعًا في ماوسات تانية من شركات تانية تقدر تتحكم في حاجات زي دي، لكن في زرار جانبي زيادة. وطبعًا كل في طبعًا شركات ما تقدرش تعمل control على الزراير الجانبية، وفي شركات لأ. طبعًا تقدر تتحكم في كل حاجة ليها علاقة بالماوس عن طريق razer synapse. ودي حاجة ممتازة جدًا ويمكن تكون حاجة من الأفضل على الإطلاق. ميزة إن أنت تتحكم في جميع الأوامر اللي بتطلع من الماوس. خلّيني أكلمكم أكتر عن حاجات تانية تهم في اختيارك للماوس، ويمكن دي الحاجة اللي تخلّيك تشتري عشانها الماوس. طيب خلّينا نكون واضحين أكتر في نقطة مهمة جدًا، يمكن هي الأفضل كمنظر جمالي للماوس، وهي الRGB. الRGB طبعًا بتقدر تتحكم بيه برضه من عن طريق razer synapse، لكن أنت بتقدر تتحكم في تفاصيل التفاصيل، التفاصيل في الألوان اللي أنت عايزها تطلع من الماوس. أنت بتتحكم في كل جزئية في الماوس تنوّر لون إيه لو أنت حابب طبعًا. وده عن طريق razer synapse، ودي حاجة ممتازة جدًا طبعًا. حاجة كمان للشكل الجمالي للsetup هتكون جميلة جدًا. شركة razer ما حبِّتش إن هي تقطع علينا حاجات زي دي، يعني حبِّت إن هي تمتّعنا أكتر وأكتر. وبرنامج razer synapse مليان حاجات تقدر تستكشفها جوّه، غير موضوع الscript اللي أنا كلمتك
كلمتكم عنه، ان انت تقدر تعمل سكريبت ليك انت بحيث ان انت تبقى عارف ان مثلا الماوس بتاعي اللي انا بستخدمه ده في لعبة معينة انا بلعبها بتعمل ريكويل بأداء معين، انا بقدر اظبطه. طبعا تقدروا تعملوا سيرش كبير قوي عن الموضوع ده، وهتلاقوا حلول كتير قوي، وهتلاقوا الريكويل ده بيتحل بسهولة جدا مع الماوسات اللي زي دي. والاهم من كل ده ان الماوسات زي ماوسات ريزر بتقدم لنا الفكرة دي بدون ما تدخلك في مشاكل مع اللعبة ذات نفسها شخصيا. والاهم من كل ده ان انت يعني الريكويل او منع الارتداد ده فكرة ممتازة جدا وجميلة جدا جدا جدا. طيب، حاجة كمان نحب نتكلم عنها هو السلك بتاع الماوس. جودة السلك وان هو بريدت ومرن جدا كمان، ومعمول معمول ان هو ضد مضاد التشابك. بمعنى صح، لو انت المكتب عندك حوسه كبيره ومليان اسلاك وبتاع، فانت بتبقى قلقان مثلا السلك يلف على بعضه ويقوم قافش او يتربط. لا، الماوس مش معمول لحاجه زي دي، والحمد لله في ميزه مانع او مضاد للتشابك، ودي حاجه كويسه جدا. وكمان ان هو ماوس سلك، فده معناه سرعه استجابه جباره جدا، خلينا نقول جباره جدا، من اعلى سرعات الاستجابه للماوسات. ودي حاجه ممكن تكون مميزه جدا في ماوس زي ده. برضو خلينا نتكلم عن البرنامج بتاع ريزر. مقدمه برنامج محترم جدا، بتتحكم في الاضاءات، بتتحكم في حاجات كتير. جوده التصنيع والمواد اللي هو مستخدم في تصنيع الماوس انا شايفه ممتاز جدا جدا. لو انت حابب تشتريه، هو سعره ممكن يكون غالي شويه، لكن ممكن يكون هو افضلهم في السعر ده. لو انت وصلت للبادجت دي، فده هيكون ماوس ممتاز جدا. خلينا نتكلم ان في ماوسات تانية زي اللوجيتك ال 502 وال 502 اكس. حتى الفي 3 ده في منه الفي 3 برو، يمكن بيقدم مميزات تانية، لكن انا شايف ان الماوس ده ممتاز جدا 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 في الفئة السعرية دي. اتمنى ان انتوا يكونوا ظاهر لكم في الفيديو انا طلعت ايه من الباكج بتاع الماوس. انا عملت له انبوكسنج ظريف كده، ووريكم ايه الحاجات اللي جوه منه، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش بلايك جميل كده حلو، وشكرا لكم جدا.